هو ينفع راجل يبقى في شهر العسل وقاعد مع مراته زي الاخوات؟ هو ينفع راجل يجيلي بيدور على الخلفه عن طريق حقن مجهري عشان هو من اول الجواز مش عارف يعمل اي علاقه مع مراته؟ هو ينفع الراجل يبقى ضبع مش سبع؟ ولو ينفع ايه اللي ممكن يكون الاسباب وازاي نعرف وايه ممكن يكون العلاج؟ ازيكم يا رجاله؟ انا عمر عزيزي، استشاري جراحات الذكوره في القصر العيني، ودي قعده رجاله. unconsummated marriage او honeymoon impotence، واللي بيعرف باسم ضعف شهر العسل. كان لازم ابدا اول حلقه في الموضوع ده نظرا لخطورته وتاثيره على ناس كتير، ممكن يوصلهم للطلاق او للعيش بشكل محزن ومزري قوي. يعني ايه ضعف شهر العسل؟ تعريف ضعف شهر العسل هو الفشل المتكرر في العلاقه الزوجيه في اول ليالي الجواز. وركز معايا، الفشل المتكرر يعني مش مره ولا مرتين فشلت فتتوتر، والنسبه بتاعته هتتخض لما تكتشف انها كتير مش قليله، بالاخص في مجتمعاتنا وثقافتنا اللي بتوصل ل 17% في بعض الحالات، وممكن تكون اكتر كمان نظرا لخصوصيه المرض ده. فمش كتير بيكشف ومش كتير بيقول عليه. يعني 1 كل 5 أو 6 ممكن يكون جات له المشكله دي، والنسبه دي بتزيد كل ما التعليم يبقى اقل او المستوى الاجتماعي يبقى اقل.